إيرين أراد سحب إبرة تطريز من الحائط، وفي اللحظة التالية بدأت الفيلة يتسرب منها الهواء مثل البالون. نظرا إلى الإبرة وكل منهما يدفعها للآخر، هذا التصرف الغريب أثار انتباه صاحب الدراجة، وقبل أن يدركا ما يحدث وخزت إبرة التطريز يده. كان إيرين على وشك منعه، لكن الرجل سحب الإبرة فورا، فبدأ الهواء يتسرب منه بجنون، وتحول الرجل إلى قطعة جلد فارغة. أمسك إيرين بالإبرة مذعورا، لكن في لحظة شروده اندفعت شاحنة كبيرة نحوهما. لم يتوقعا أن الشاحنة الضخمة أمام إبرة التطريز لن تستطيع المقاومة، وهذا المشهد جعلهما في حالة رعب. بعد ذلك خطرت لهما فكرة جريئة: إرسال إبرة التطريز إلى الفضاء الخارجي، لكن البالون لم يبتعد كثيرا حتى انفجر فجأة، وسقطت الإبرة على الأرض. اقترب الاثنان بحذر، لكنهما فوجئا بأن صاحب الدراجة كان ينفخ نفسه. ارتعبا وسحبا الإبرة وركضا هاربين، لكنهما لم يبتعدا سوى بضع خطوات حتى شعرا أن الأرض أصبحت لينة، وعندما التفتا اكتشفا أن الأرض بدأت تفقد الهواء، وحدثت الكارثة.